الحلقة دي مختلفة شوية. انا مش ده النيش بتاعي، انا مش بتكلم في ده في العادي، بس حسيت ان انا عندي كلمتين عايز اقولهم ممكن يفيدوا حد، وعشان ازيد في الزيطه بصراحه، وعشان مبقاش كداب يعني. خلاص كل الناس بتتكلم، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. ما لقيتش التيشيرت الاسود بصراحه، ويعني زهقت بقى خلاص. زعلان قوي من نتيجتك في ثانويه عامه. تعرفش انت اللي حصل يوم نتيجتك؟ اكتشفت يوميها ان انا عندي انفصام في الشخصيه. يعني انا الصبح سيد اخو جعفر العمده، بوكا وشحتفه وبتاع، وبالليل احمد فاروق الفيشاوي، دوخه وسكر لا لا بجد، بالليل بقى دوخه وعرق من كتر الرقص والتنطيط والغنى والفرحه. فانا برضو كنت خارج من ثانويه عامه وزني زايد 8 كيلو مثلا عن وزني الطبيعي، فكان في بقى نهجان كتير قوي من الرقص والتنطيط. هو كان يوم غريب يعني، انا ما كنتش فاهم انا المفروض افرح ولا ازعل برضو يعني. المهم انا ما كنتش عارف اليوم ده المفروض ازعل ولا افرح يعني. اصلا كنت جايب درجه يعني، ولا هي درجه باينه ان هي وحشه، ولا مجموع بتاع اي حد اهله راضيين عنه يعني. اليوم ابتدى بدري قوي، اصلا ابتدى غلط يعني. 6 الصبح، نهار داخلي غرفه البطل، الام اصحى عشان تشوف نتيجتك. يستيقظ البطل مترهل الفخدين، يتفقد جواله مرددا سرا يا رب استرها. ولقيت مسج من عمتي، عامه عمتي دي ما كانتش مقتنعه ان انا في دفعتي بيدخلوا طب من 92%، كانت شايفه ان هم كده يعني مش هيخشوا الجنه. بعت لها رقم جلوسي علشان تشوف لي النتيجه، وفي اوكورد سايلنس كده ولحظات من الانتظار المصحوب بارتياب. ماما عماله كل شويه تبص لي وانا اعيط. ماما عماله كل شويه تبص لي، كل شويه تدخل الاوضه تخرج بنتيجه حد من قرايبنا كانها حابسه موظف كنترول جوه. جابوا اقل من المجموع بتاع طب يعني. وانا عمال اقول لها اه حلو، وعمال يظهر في اوضتي العرق بتاع التوتر ده، عمال اقول لها كويس، وهي تزعق بقى وتقول لي لا مش كويس انت هتدخل طب. كاني لسه في اعدادي، لسه يعني كاننا لسه في ايدينا حاجه نعملها. وعمته بعتت لي الرقم. انت عايز تعرف كام؟ ما هو بجد مش مهم، ما هو بجد انت لو لسه شايفه مهم عيد حساباتك يعني. انت عايز تعرف الرقم عشان تقيمني، او عشان تقارنه بالرقم اللي انت جبته، فتقيم نفسك بشكل رحيم شويه وتطمن نفسك وتحس نفسك انك كويس. انت كويس من غير اي رقم يعني. المهم انا سكت شويه. انا دلوقتي قدامي رقم غير التوقعات، واحده على الواتساب كانت مستنيه مكالمه الوزير، واحده جنبي بتزعلي على نتائج ناس غيري. فاستجمعت نفسي 5 دقايق كده وقلت لها ماما انا جبت كذا. عموما انا جبت حاجه في الثمانينات يعني تحت طب، بس الحق خاص. فجاه تحولت لممثله في المسرح القومي، هي دلوقتي جلال الشرقاوي بيخرج لها بقى لا ومونولوج بقى كبير. يعني ايه يعني انت جبت الرقم ده؟ انت مش نافع وانا قلت يعني حاجات كتير بقى دوشه من دي. بابا بقى غيرها خالص، بابا كان عمال يقول لي معلش ومبروك وبتاع، بس كان طالب لي البوليس وحاطط لي حرز تحت المخده بتاعتي جوه. ومن الزعل زي اي حد في الموقف ده قعدت اقول لا بس دي شكلها مش نتيجتي. بابا سمع بس الكلمه دي، دخل مع ماما المسرح بقى قال لي لا، كاني بشكك في نزاهته يعني ايه يعني انت مطلع عينينا ومجننا طول السنه ولا وجاي تقول لي مش نتيجتي؟ انت اكيد اتجننت. اتجننت بس يوني. مع الوقت تداركنا الموقف وقررنا ان انا هدخل طب اسنان زي ما كنت عايز، بس في جامعه تانية. الفكره في انه انا رغباتي كانت متطابقه مع رغبات اهلي، وكنا احنا الاثنين عايزين الحاجه دي، فما كانش الموضوع واخد مننا وقت كبير في التفكير يعني، وخدنا القرار بسرعه، فما كانش في ازمه كبيره في اختيار الكليه. خلينا فيك انت وانت بتختار كليتك بتاع ثانويه عامه. انا حاسس ان انا بخاطب يعني، حاسس ان انا بتكلم على ان بقى في مليون واحد بيتفرج بتاع. هو الفيديو ده عامه ليه مصير من الاثنين، يا اما ما حدش هيشوفه خالص هيبقى الموضوع بيضحك قوي، هيبقى بيضحكني انا شخصيا ان هو انت عمال تكلم في ناس ومفيش حد سامعك، يا اما هيشوفوا ناس غير التارجتد اودينس بتاعي بقى، الامهات بقى اللي هم بتاع شوف الواد ده شقي دمه عفريت كده، عفريت. وقنوات بقى اخباريه تقعد تكتب طالب في طب اسنان يستخدم الفكاهه في فيديو، شاب يحكي تجربته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويقعدوا بقى يستضيفوني في قنوات ثقافي. مش قصدي كده، ما كانش قصدي كده بامانه. بشكر حد في اليوم ده، فانا عايز اشكر اختي الكبيره بجد، ربنا يخليها لي، هي كانت اجدع حد في الدنيا في اليوم ده، وعايزه تقول لي بس ولا وتمام وكويس وانت هتبقى دكتور واهو زي ما انت كنت عايز، ورقص يا عم صابر والحاجات دي، فشكرا يعني. بص عاوز اقول لك بجد، وانت بتختار الكليه اختار حاجه انت متقبلها. وبص انا ضد التطرف الفكري عموما يعني من الناحيتين، سواء من الاهالي اللي هي شايفه ان انت هتدخل حاجه معينه يا طب يا هندسه، يا اما مش هتورث، يا اما الشباب اللي عايز تتمرد وخلاص اللي هو طب يعني هدخل طب هضيع حياتي. لا مش هتضيع حياتك لو انت عايز، هو الموضوع اختيار، فانت اختار حاجه انت متقبلها بس، وخد وقتك في التفكير، وراعي بس ان الشغف يبنى لو عندك القابليه، ولو انت مستعد لده ومتقبل الحاجه اللي انت بتدرسها وهتشتغلها. وعايز اقولك برضو ما تبصش للحاجه اللي هتدرسها قوي قد ما تبص انت هتقدر تشتغل ايه من هنا يعني. بص للكليه انك انت تكون متقبلها وليها شغل كويس نسبيا وبتقدم قيمه، مش قصدي قيمه اجتماعيه ولا شكل قدام الناس، لكن قصدي انك انت تبقى بتعمل حاجه مفيده يعني. وفتح مخك قوي ان في مجالات تانية بجد كتير ما كنتش تسمع عنها، الشغل منها
يمكن احسن كمان من طب وهندسه. وافهم انه بجد اللي هيحدد انت هتبقى فين وهتبقى شغال ازاي مجهودك اللي انت هتبذله زياده عن الكليه، سواء كنت في طب بجميع انواعه، في هندسه، في كمبيوتر ساينس، في حقوق، في تجاره. كل الكليات دي محتاجه منك مجهود زياده عن المجهود اللي بتبذله دراسيا. فاللي هيحدد انت هتشتغل ولا لا شطارتك في الشغل، شطارتك في المجال اللي انت دخلته ده. فكون مستعد انك انت تبذل مجهود يعني. وبرضه مشي امورك بالعقل. يعني انت لو عندك موهبه حقيقيه وتقدر تدخل كليه قريبه منها ويكون ليها شغل كويس حقيقي، وتلاقي مقابل قصاد الشغل ده كويس يرضيك، تعرف تعيش، مش مجرد تقدير معنوي، ومجال بيتوفر فيه العدل ولو بنسبه معقوله، انت كده زي الفل. طالب بجد بينسى هو كان عايز ايه حقيقي يوم النتيجه ده. يعني انا بجد رغم ان انا كنت عايز ادخل طب اسنان وهم كانوا عايزينه زي ما قلت، ما خدناش وقت في التفكير، بس برضه انا كنت بجد يا نهار اسود هو ايه الدرجه دي، اي حاجه بقى، اي حاجه اي حاجه اي حاجه. فما بلاش تعمل كده، وبلاش يعني تبقى دماغك مش موجودة في الوقت اللي بتاخد فيه قرار ممكن يأثر عليك كذا سنة قدام. وخليك برضو ناضج كفاية وانت بتختار انه في حاجات معينة حتى لو انت بتحبها قوي بس بجد هيبقى صعب تلاقي منها شغل، وفي الحالة دي انت بجد مش هتتبسط. وبرضو ما تعلقش املك كله على حاجة واحدة. يعني انت لو مثلا حابب انك انت تدخل معهد سينما قوي، انت عارف في كام واحد بيبقى في الدفعة؟ حوالي 7 في الدفعة كلها. فنسبة انك انت تتقبل بجد مش هتبقى كبيرة. انا مش بقولك ما تدخلش معهد سينما، ولكن انا بقولك خلي قدامك بلان A و B و C، يعني خطط لكذا حاجة. ولو ربنا كرمك ودخلت معهد سينما كون مستعد ان انت ممكن بعد ما تتخرج تقعد 7 سنين او 10 سنين مش بتجيب فلوس كتيرة او مش عارف تعيش كويس، ودي الضريبة اللي هتدفعها قصاد انك تبقى بتعمل حاجة بتحبها، وقصاد انك انت قدام هيجيلك منها مقابل كبير. اللي انا عايز اقوله ان بجد كله محصل بعضه، ومفيش كلية معينة هتتخرج منها وانت بتجيب فلوس كتيرة قوي من غير ما تبذل مجهود زيادة. يعني في ناس كتير بتقعد تقول اسنان بتجيب فلوس، اسنان بتجيب فلوس. لا، اسنان ما بتجيبش فلوس غير لما تستثمر فيها وقت ومجهود ومذاكرة زيادة عن الكلية، وتتعلم كتير حاجات زيادة بره عن الكلية، وتستثمر فلوس. في الحالة دي هتبقى بتجيب فلوس بسرعة. فانت ايا كانت الحاجة اللي انت هتدخلها ممكن تجيب لك فلوس بسرعة دلوقتي، بس قدام الموضوع ما يبقاش فيه زيادة جبارة. لكن في حاجات تانية مثلا انت ممكن تدخلها تجيب فلوس مش كتيرة دلوقتي، بس انت عندك بوتنشال ان الحاجة تزيد قوي. فعموما بجد كله محصل بعضه. المهم انك تدخل حاجة راضي عنها وعارف انك ممكن تشتغل منها كويس وتبذل فيها مجهود كتير. انا وبابا قعدنا بقى فترة بنخطط الفيديو بتاع، عارف الصحفيين اللي بيجوا يصوروا مع اوائل الجمهورية بيبقوا له كواليتي قوي عادة، بيبقوا محاورين غير جيدين بالمرة. يعني كنا انا بقى مخططين بقى هنصور فين في البيت وهنتكلم في ايه بالظبط، عشان بس يعني ما نضيعش وقت الناس. في 9 غيري في البلد يعني عايزين يصوروا معاهم. وانا كنت حاسس انه ممكن على فكرة. يعني انا امتحنت اول امتحان العربي. انا عايز اشكر مستر رضا الفاروق عامة، بجد الراجل ده انقذني. انا لميت العربي معاه في اسبوع. طبعا غير ان انا كنت شاطر في العربي وغير ان ده كرم من ربنا، بس هو بجد الراجل ده فادني. لميت العربي في اسبوع جبت فيه 70.5 من 80، ودي حاجة بالنسبة لناس كتير رقم عالي يعني. والرقم ده انا اتكرمت مع مستر رضا بالرقم ده. بعد كده امتحان الفرنساوي انا قفلته، عايز اشكر اختي عشان لميتها معاه. بعد كده امتحان الانجليش بتاعي نقصت فيه للاسف درجتين، مع ان الانجليش بتاعي كويس ودي حاجه كانت مضايقاني يعني. بعد كده كان امتحان الكيمستري. امتحان الكيمستري كان وحش على الدفعه كلها، كان وحش قوي. انا قلت خلاص هو منقص الدفعه كلها فكلنا سواسيه. فكنت حاسس ان انا لحد امتحان الفيزيكس انا لسه ممكن اطلع من اوائل الجمهوريه. دخلت امتحان الفيزيكس لا عكيت شويه بصراحه، مع اني كنت بحب الماده دي قوي. برضو انا عايز اشكر مستر احمد عبد الغفور فيزيكس، الراجل ده جميل قوي عامه. كتب لي حاجه على، هي فين يا جدعان؟ فاينل ريفيجن الفيزيكس بتاعت مستر احمد عبد الغفور اهي، بتاعت ليله الامتحان. فين الحته اللي كتب لي فيها؟ يا نهار ابيض. بيست ويشز دكتور فادي، وان شاء الله العام القادم تبقى في الكليه اللي نفسك فيها. احمد عبد الغفور مدرس الفيزياء. بامانه بحب مستر احمد عبد الغفور بامانه. كتب لي على ملزمه ليله الامتحان دكتور فادي، والحاجات اللي هي بتاعت البنات اللي بيعملوا ايس كوفي بالليل ويقعدوا يصوروا كتير ده. وانا كنت معتمد ان انا شاطر من زمان، فما بذلتش المجهود اللي كان المفروض ابذله بصراحه، بس ستيل بذلت مجهود ومبسوط يعني، والحمد لله على اللي انا فيه. اعتقد برضو اهلي اللي كانوا متضايقين هم دلوقتي مش متضايقين يعني. دي نقطه انا عايز اتكلم فيها بجد. لو انت ولي امر خليك بجد رحوم معاهم، عشان هما بجد مش هينسوا اليوم ده. بجد ابنك ممكن ينسى النتيجه، ممكن ينسى هو دخل كليه ايه، ممكن ينسى كل حاجه في اليوم ده، لكن عمره ما هينسى ان الاهلي ادى اداء زي الزفت في كاس العالم للانديه. وانا متفاهم عامه موقف اولياء الامور قوي في اللحظه دي. هما بجد بيبقوا خايفين علينا قوي، او هو عايز يعني هو نفسه ان انت تعيش كويس، نفسه ان انت يبقى ليك مستقبل كويس، نفسه ان انت تبقى سوشيالي متشاف كويس او كده. بس بجد اللي هيخلي ابنك مبسوط ان نفسيته تكون تمام. يعني ما تكونش سبب اذى. واقول لك على حاجه، كل ده مش مهم. انا نفسي مش مهم، انا ما بعملش حاجه، انا بقول شويه كلام منطقي. شكرا انك وصلت لحد هنا. واخر حاجه، بلاش المبالغه في تقدير الطب. الطب ما هو الا كليه، او يعني
مجال عمل هو يعني ممكن يكون حاجة حلوة قوي انك انت بتساهم في شفاء مرض انسان، او انك انت بتساهم في علاج، او يعني دي حاجة نعمة كبيرة من عند ربنا وحاجة جميلة يعني، وليك عليها اجر كويس قوي عند ربنا وحاجة فعلا جميلة. ولكن ده لا يرتبط بالاخلاقيات ولا المكانة الاجتماعية تماما. فبلاش انك انت تبقى متنشن دماغك قوي ان انا كنت عايز طب ومفيش غير طب. لا، في حاجات تانية غير طب كتيرة تقدر انك انت تشتغل منها كويس، تقدر انك انت تاخد منها مكانة اجتماعية كويس لو انت بتطارد ده، تقدر انك انت برضو تكون ذو قيمة عالية وبتعمل حاجة تفيد ناس كتيرة. فخلاص يعني ما جاتش طب عادي، الواحد ما يموتش نفسه يعني. وبرضو للشباب اللي لسه بقى ناوية ان هي تدخل او كده، بلاش برضو نرسم صورة مزيفة عن الطب. هو عادي يعني، ما جاش جه غيره عادي. سلم امورك لربنا وارضى كده، وبلاش تاخد الدنيا كلها على صدرك قوي كده، وبلاش تاخد الدنيا على محمل الجد. بجد بجد اي حد بياخد الدنيا على محمل الجد بيتعب. فارضى باللي ربنا كتبهولك واحمد ربنا عشان نفسيتك، عشان انت ما فيش بجد اي حاجة في الدنيا تستاهل ان الواحد يأذي دماغه او يتعب نفسيته بالطريقة دي. وبرضو يعني بجد الصحفيين يا ريت يا جماعة ما نبقاش مصدر ضغط. يعني يا ريت بجد الصحفيين نكون بني ادمين شوية. يعني هو واحد متضايق من حاجة، خلاص ما نقعدش نروح نضغط عليه قوي ونقعد نصور معاه ونفتح له المجال ان هو يجيبه يودي ويحرق في نفسه ويحرق في دماغه كده عشان بس احنا نعمل فيديوز تتشاف. يعني يا ريت نكون ادميين عن كده.